يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا، ننطلق معاكم وحلقة جديدة من برنامج هذه هوايتي. راح نكون معاكم اليوم في هذه الحلقة مع مجموعة كبيرة من الهوايات اللي دائما يمارسها الشاب الكويتي. طبعا هواياتنا في هذا البرنامج راح تكون مميزة وغريبة ونوعا ما راح تجذبكم كلكم مشاهدينا. تابعونا في حلقة اليوم وعندنا مجموعة كبيرة من المفاجآت، خلكم ويانا. معكم مستمرين في برنامج هذه هوايتي، ومبين هواية اليوم راح تكون تربية الطيور. بس أي طيور؟ الناطقة، الجميلة، الغريبة، المكاو، كل أنواع الطيور اللي تتكلم وممكن الواحد يعلمها. قوة شلونك؟ تمام؟ على فكرة اليوم سموه الجنرال، سماه أسامة مندني ضيف الحلقة اليوم اللي هو هاوي تربية الطيور الناطقة، سماه بحلقة اليوم الجنرال، وهو من نوع الملتري. عدل؟ مساء الخير. مساك الله بالنور، حياك الله، وأمسي على جميع اللي قاعد يتابعونا الحين على قناة ثالثة الكويتية. نعم. نقول لهم مساكم الله بالخير وحياكم الله معنا. مساء السعادة والحب لك يا أسامة ولكل المستمعين. أول سؤال يجي على بالي أسامة، يعني أنا قاعد أشوف الهواية دائما يكون لها بداية، فمتى بدأت معاك الهواية؟ أنا عرفت أن أنت عمرك الحين ما راح أقول عمرك بس بقول مواليدك. أنت من مواليد 79 وبلشت بالهواية تقريبا في عام 1984، كان عمرك 5 سنين. فشلون يعني بفهم؟ يعني أنا سلمك الله أتكلم من عمر ال5 سنين كنا مبلشين مثل أي بيت. نعم. الوالد إخواني الكبار كانوا يبون هالطيور الصغيرة، هالكتاكيت، طيور الحب، الكناري، الأمور هذه الصغيرة. حلو. فبدأت مسألة الارتباط في هذه الكائنات الحية بشكل عام كطيور كحيوانات. يعني بلشت أول شيء بالطيور الصغيرة، الكتاكيت، طيور الحب. وطيور الحب، يعني أنا أتذكر أول طير ناطق دربته كان هو طير الحب. طير الحب كان عمري يمكن في حدود 6 سنوات. الحب يتكلم؟ اي طبعا طير الحب صغير هذا. اي شو يتكلم؟ هذه قصة طويلة راح اسولف لك بعد شوي وخلي حتى حلو. اللي قاعد يتابعونا ان شاء الله يستفيدون منها. سلمك الله، اول انا ما بلشت في هذه الهواية، ليش ما قلت انا بالثمانينات تقريبا، في منتصف الثمانينات بلشت فيها. اي. وبدأت تتطور معاي حبة 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 حبة. في نهاية التسعينات كان عندنا أول مشروع محل للبيع وشراء وايد طمرت حق المحل، راح نسولف عنه. احنا نبي مرحلة ثانية صارت من بعد الطيور الصغيرة الكتاكيت وكذي، انت انتقلت تربي الحمام والدياي ايضا. زين. صح ولا مو صح؟ تابعيني وايد. لا اكيد المعلومات كثيرة عندنا في حلقة اليوم. نبي نعرف يعني هل لازم الواحد اللي يهوى تربية الطيور والحيوانات في البيت، طبعا عز الله كل المشاهدين وعزك الله، هل لازم مثلا يبلش بالتدريج هذا؟ لا هو مو شيء الزامي التدريج هذا، ولكن هي صارت خلينا نسميها بالفحوى، هي كذي بالحظ. يعني انا اخوي اللي اكبر مني اللي هو ابو عبد الله حسين اخوي، له فضل كبير علي في هذا المجال. نعم. هو كان في ذاك الوقت هذا جوه، في جو الطيور والحمام والامور هذه، فعيشت في العالم هذا، فعيشت بالعالم وخذاني معه، وبديت انا على قولتهم نجرب هذا الجانب. بس سبحان الله تغيرت على قولتهم الاعمار وكبرنا وهذا، فبدينا كل واحد ياخذ له حاله من التخصص. خلنا الحين قبل التخصص، طبعا كل هوايه في العالم، في الكويت، بكل دوله، لما الواحد يهوى شيء وهو صغير لابد يكون في دعم اهل او معارضه اهل. فخلينا نتكلم اول شيء عن المعارضه، منو اللي كان في البيت يعني مناشبك بس يا اسامه لا تربي الحيوانات؟ يعني الحمد لله المعارضه مو موجوده في البيت، سواء لا من الوالد والوالده الله يحفظهم ويطول بعمرهم، اللهم امين يا رب، ولا من الاخوان. يمكن انا المعارضه من البنات مو معارضه بقدر ما هي فوبيا. خواتك. اي حلو. فوبيا الخوف من الطيور. طبعا للحين يخافون، للي باشر يخافون، مع ان البيت كله يعني طيور. امانه انا للحين يخافون، للحين ادخل عليهم ببيوتهم واحط الطيور عليهم واخليهم يصرخون. يعني نقدر نقول عنصر المقالب كله في البيت مع اسامه. عدل بعد الله يعين، بعد اخر عنقود اخر ولد لازم تطلع الدلع فيهم. زين، بالنسبه حق الدعم قلت لي ابو عبد الله يحفظه ان شاء الله، اخوك وهو كان احد الاشخاص اللي اثر فيك وخلاك تدش في هذا المجال، مجال تربيه الطيور والامور كلها هذه. خله معاك لان انا احس انه هو يبيك. تعال بابا. لكنه ما يبيك، لازم يبيك. نعم مستانس. منو غير ابو عبد الله كان يعني داعم لك في تربيه الطيور والحيوانات بكرامه؟ والله سلمك الله، نفس ما قلت لك، انا ابو عبد الله يعتبر من اكبر الداعمين في على قولتهم في هذا المجال، سواء من ناحيه التعليم والخبره، لانه ما شاء الله له باع طويل بهالمساله وله خبره كبيره. علمني في وايد امور. قال لك الطير عشان دربه ويتعلم وكذي لازم تسوي معه 1 و2 و3. طبعا الحين ابو عبد الله مو بس علمني انا، ابو عبد الله سلمك الله الان قاعد يعلم اجيال من الكويت. الان ابو عبد الله يعني
متخصص في جانب مو تعليم الطيور، تعليم البشر كيفيه تدريب الطيور. حلو يعني حلو. عنده هالتخصص ما شاء الله، عنده مساحه. يعني قاعد يعطي دورات ولا قاعد يعطي دورات اللي حواليه بس؟ لا قاعد دورات خاصه بهالمجال. في دورات بالكويت انت اذا متعلم شلون اربي طيري طبعا ياخذ دوره ويتعلم طبعا انت مساله الطير الان، الطير ترى احنا عندنا مشكله يعني في كثير من بيوتنا في الخليج، عندنا مشكله ان هذا الطير عبالنا مثل مزهريه، ما قاعد نتعامل معه. ترى واقع فعلا ما قاعد نتعامل معه، نروح اول يوم نجيبه نحطه في البيت مع الديكور نستانس عليه، اللي هاي يلعبون معاه يبقى شنو يبقى يصارخ شوي ينمل منه. لا اكو مساله هذه روح عدل. احنا اول ثقافه نغرسها، يعني هذا ابو عبد الله علمنا اياها وقاعد عليه حتى بالدورات، اول ثقافه قاعد يغرسها بالمدربين الصغار اللي قاعدين، لا تعامل معاه ان هذا جهاز واله تبي تعلمه واحد يسوي لك واحد تعلمه، لا تعامل معاه انه روح، تعامل مع نفسيته، تعامل مع سلوكه، تعامل مع قول معي تفاعلاته، يعني هذا متى زعلان متى فرحان متى متضايق. اعتبره فرد من العائله طبعا لازم طبعا حتى يبدا يتعلم معاي ويصير طبعا اللي قاعد تقوله 100% سليم. حلو. في 2003 انتقلت من تربيه الطيور الكتاكيت الحمام الدياي الى الطيور الناطقه. فجاه لقينا اسامه مندني موجود في السوق يربي الطيور هذه. شو الموضوع؟ شنو كان سبب هذا الانتقال المفاجئ؟ شو اللي خلاك تنتقل الى تربيتهم وتعلم شلون يتكلمون؟ طبعا الطيور الناطقه نفس ما قلت لك، الطيور الناطقه عالم. انا فعلا لما دخلت فيه كتخصص ودخلت في بحره فعلا تفاجأت ان هذا العالم ما يخلص جديد. لا ما يخلص. للحين انت للحين قاعد تتعلم؟ للحين قاعد اتعلم. انا الى الان لا افهم شيء في مقابل المعلومات الضخمه اللي موجوده في هذا العالم. حلو. انت مجرد انك تفتح مجال في فصيله واحده من فصائل الطيور هذه، يعني مثال المكاو، احنا كلنا لما نقول مكاو اول ذهن يجي على راسنا وعفوا في بالنا الازرق والاصفر الاخضر والاحمر، هذا الدارج بالكرتون اللي هو ريو ماريو. ايوه زين. الان انا لما فتحت عيني على المكاو لقيت هذيل غيره ما اعرف. حلو. اكتشفت ان هذا اللي بيدي مكاو. نعم. اكتشفت ان اكو فصائل اصلا انقرضت واكو اشجار انقرضت. نعم. ليش؟ بعد نصيبها بعد حكم الله هذا بعد. لا يعني هل له علاقه تربيه الناس؟ له علاقه المد العمراني نقدر نقول يعني على غاباتهم على اماكنهم؟ الان السبب الرئيسي كدقه في قضيه انقراضها انا ما املك امانه. نعم. بس اقول لك ان اكو طيور انقرضت من المكاو، اكو اجيال من المكاو تراكيب. يعني مثال احنا عندنا عندنا السكارلت، عندنا الميلتري، عندنا الجرين وينجز، عندنا البلو جولد. هذه تعتبر فئات يسمونها فئات اساسيه رئيسيه من فصيله المكاو، هي البيسك. انزين الان هذول لما يصير تهجين ما بين فصيلتين، نعم، شنو قاعد يطلع اسم ثاني، اسم جديد. انزين لما يصير تركيبه الهجين على اصل شنو قاعد يطلع اسم ثالث. هذه شويه ضيعتني بيها. طبعا لما يصير تركيب هجين على هجين شنو قاعد يطلع اسم رابع واسم خامس فهي. ليش الحلو في الموضوع؟ تو احنا انت قاعد تسولف مع محمد النيدي راح يكون معنا بشوف الحلقه، قاعد تقول لك اكتشفت ان هذا الطير اللي هو الجنرال الريش الازرق فيه طرف اخضر. فانت حتى الحين وانت معانا هنيك قاعد تكتشف معلومات وتكتشف اشياء. طبعا وقاعد تناقش وياه انه شلون ازرق باخضر يصير. كل واحد يقول لك انا اعرف شيء، اعرف انه ما يعرف. فعلا اللي يدعي ان انا والله عارف انا فاهم، اعرف ان هذا ما. السلام عليكم الموضوع. نعم. انت لازم مهما تعلمت تقتنع ان في ما هو لا تعلمه. لازم تستمر في التعلم حتى طبعاً. توصل الى نقول طبعاً. الى القمه، وما راح توصل القمه لان بالنهايه نقدر نقول البحر كبير والمجال واسع وكل هوايه فيها سوالف. طبعا احنا ناخذ فاصل وفواصل صغير ونكمل معاك الحوار لان في اسئله كثيره، وبنسولف بعد شوي عن موضوع المحل اللي فتحته لبيع الطيور والامور هذه كلها. ايش رايك الجنرال؟ فاصل؟ حياك الله. يقول الجنرال فاصل ونواصل. مستمرين معاكم واكيد مع اسامه مندني خبير تربيه الطيور الناطقه ما شاء الله عليه. هو الظاهر لما قلت خبير تعومس شوي، يحب دائما يكون متواضع ويحب دائما يقول ان انا ما املك معلومات وقاعد اتعلم. فنرد على موضوعنا قبل شوي قبل الفاصل، كان موضوعنا عن المحل بعام 1997 فتحت محل وفشلت.
لا مو فشل، لا احد يشوفونا بالفضائيه يقولوا برر لا لا لا, لا الحمد لله الكره ملعبك روح. الحمد لله هذا ما يسمونه فشل، هذا يسمونه زياده خبره، تجربه طبعا حلو. طبعا في وقتها انا كان عمري هي مو بال97 تقريبا، هي بال99 في الطقه الحروه هذه. اي يعني انت قاعد تتكلم في عمر 18 19 سنه. انا كنت احد ابي اسميها القائمين على محل، كنا احنا 3 اخوان شراكه في المحل. الحين شراكه مو شراكه، احنا 3 اخوان. الله يحفظكم ان شاء الله. انا واخوي ابو عبد الله واخوي ابو عبد الله. كم قطيت المحل؟ قطيت مجهودي طال عمرك، تاش مجهودي. يعطيك العافيه. حلو. فسلمك الله في المحل تعلمت وايد امور. تعلمت شلون التعامل مع التجار، تعلمت شلون التعامل مع اهل الجمله، تعلمت شلون التعامل مع الزباين. انا لما يجيني زبون يبي يشتري من طير، شلون اقدر اقنعك بهذا الطير، وشلون اوصل لك رساله هذا الطير. نعم. ان هذا بالنهايه نفس ما قلنا في بدايه الحلقه انه مو اباجوره، هذه روح. نعم. شلون تتعامل معاها كانها روح. حلو. شلون تبدي تاخذ ثقافه التعامل الحقيقي مع الطير وتطلع مميزات هذا الطير. عندنا بالكويت الثقافه هذه والله للامانه انا قاعد اشوفها قاعد تزيد قاعد تنتشر بقوه. حلو. يعني احنا اول كان يجوني الجماعه نبي ناخذ منك طير ومع السلامه. الان انا لما يجيني زبون ترى انا باخذ منك طير، ابي طير يكون يتغذى على هالنوع من الغذاء. حلو. ابي طير بهالعمر. حلو. ابي طير بهالمواصفات. اذا هذا قاعد يعطيني مؤشر ان الشخص اللي جايني يملك معلومه، يملك خبره، وعارف شنو يبي. مو بس عارف شنو يبي، جاي حق هدف، يبي يوصل حق نتيجه معينه مع طيره. حلو. فما قاعد يطلب هالطلبات الا مقابل ان اكو نتائج بيوصل له. نعم. فمن خلال هذه ارجع على نقطتي الاوليه، من خلال هذه الخبره اللي اكتسبتها او التجربه اللي خذيتها بالمحل، الحمد لله الان قدرت اشق وايد خطوط في التعامل مع التجار سواء بالكويت او برا الكويت، في التعامل مع اهل الجمله، في التعامل مع الزباين، والحمد لله الامور ماشيه. ما شاء الله عليك. الحمد لله. طب احنا بنخلي التجار والزباين بنروح حق موضوع الطيور. اسامه دني وين تشوف نفسها في مجال الطيور؟ يعني هل انت لك مثلا خط واحد في تربيه الطيور؟ هل انت لك مجال معين؟ هل انت تحب تكون انت متخصص في شيء واحد بس؟ والله شوف انا الطيور الناطقه بشكل عام، نعم، توتال الطيور الناطقه انا بصراحه اهواه. حلو. سواء الحجم الصغير سواء الحجم الكبير. الحين يمكن انا راح اعدد لك مجموعه من الطيور الناطقه وراح اشوف الرياكشن مالك ان انت متعود عليه ولا لا. احنا متعودين في كاسكو الرمادي، متعودين على البيمتو، متعودين على مثلا الامازون. يا معضتنا الميمتو. ايوه متعودين على هذا. بس الحين انا اسالك سؤال، انا راح اصير مذيع معاك الحين. عمرك تفضل. مار عليك كروان يتكلم؟ كروان يتكلم، بلبل يتكلم، لا طير حب يتكلم. لا انت اصلا فاجاتني اول حلقه لما قلت لي انك دربت طير حب صغير يتكلم. لا انا ما دربته، كان متواجد. يعني احنا الحين انا اقول لك اي واحد من اللي قاعد يتابعونا الحين خليه يدخل على اليوتيوب. حلو. خليه يكتب عن طير الحب اللي يغني وطني حبيبي. طير حب. اكو طير حب يغني وطني حبيبي وطني الغالي، قاعد يغني باسم الكويت. فكره طير الحب انه يتكلم اصلا هاي يعني صعبه استوعبها انا. لا غالبا احنا نشتريهم نخليهم بالبيت ويوصفصون ونوكلهم. اوكي. حلوين. احنا نخلص المقابله. تفتح اليوتيوب بجهازك وراويك اياه طير حب يغني وطني حبيبي. اكو كروان يقرا الاخلاص. حلو. اكو بلبل يتكلم باليوتيوب ايضا موجود، يقول السلام عليكم، يقول راشد، يقول كذا اكثر من كلمه. هذا بلبل. حلو. فبالنهايه ارجع لك اقول لك ان انا كل الطيور الناطقه بالنسبه لي على قولتهم حديقه، وكل واحده فيهم زهره. بس في زهره بس تكون اكو سبيشل، ريحتها حلوه. ايوه. انت عايش حياتك. انا عن نفسي انا من عشاق طائر المكاو. كل انواعه ولا لا فصيل واحد؟ انا قاعد اتكلم على ارخص انواع المكاو انا احبه، اللي هو البلو جولد، اللي هو الازرق والاصفر، اللي شفته عندك بالسياره، اللي موجود معنا الحين. صورنا اي. طبعا هذا الطير دارج، الكل يدري ان البلو جولد هو مكاو ومن الطيور الكبيره. ليش؟ يا هذا الطير يعني في انواع وايد كثيره والوان حلوه. طبعا البلو جولد عفوا المكاوات في انواع وايد وفي اغلى منه وفي غير المهجم بعد. طبعا، ولكن هذا الطير بالذات البلو جولد يا اخي طير فارض نفسه. عليك ولا على لا على الكل. حلو. وانا على تحدي مع اي واحد يربي طيور ناطقه يعطيني غير هذا الكلام. الطير المكاو ليش فرض نفسه؟ صار نفس طير اجتماعي من الدرجه الاولى. حلو. طير سريع التعلم. حلو. طير مخالط، طير سلمك الله كثير الكلام. حلو. يعني اكثر الناس يقول المكاو يتكلم كلمه كلمتين. انا منزل بالانستغرام الشخصي مالي، منزل المكاو يقرا الاخلاص كامله. شنو الانستغرام مالك بس خلينا نقول حق المشاهدين؟ الانستغرام مالي OSSAMA_M. OSSA
MA_M. حلو، بيطلع الحين بالشاشه معنا. ايوه، هذا الاكونت الشخصي مالي، انا منزله باكونتي الشخصي، يمكن اللي يدخل على الحين على الاكونت بس لازم ينزل ديب شوي. نعم. اكو فيديو انا منزل المكاو ويقرا الخلاص. لا اله الا الله. فاحنا قاعد نتكلم على طير جريء، ناطق بطلاقه، سريع البديهه. نعم. كثير التفاعل والسلوك الايجابي. مو مزعج في البيت، يلعب مع اليهال. الان اكو نقاط اللي هي انا لما ابي اقبل على اي طير سواء المكاو او غير المكاو، هذه نصيحه حق اللي قاعد يتابعوني الحين. حلو. لازم يكون عندي ثقافه في ايجابيات وسلبيات الطير. لا سلبيات مثل ما لا ايجابيات. حلوه. المكاو سلمك الله ما كان بالمطلق. نعم. ولكن السواد الاعظم من طائر المكاو يصرخ. مزعج في البيت. ما اتكلم مزعج، اتكلم يصرخ. الصرخه مزعجه. الصرخه هذه ليش قاعد يصرخها؟ ليش؟ الطير سلمك الله في طاقه. حلو. قاعد يفرغ طاقته وين؟ بالصراخ. بالباور ماله يفرغه بالحنجره بالصريخ. حلو. السبب حلو. لان احنا ناخذ الطير سلمك الله وحاكينه في البيت، ما نطلع، حاطينه بقفص، قاصين جناحه. اذا الطاقه انا قاعد اكبتها فيه، الطير قاعد يعوضها وين؟ بالصراخ. بالصراخ. نعم. انزين اكو بند ثاني من الصراخ اللي هو اكو الطير حابني، فقاعد يناديك كثر ما هو حابني هو مشتاق لي، قاعد يصرخ وينادي لي تعال تعال، بس هو قاعد قاق بالصرخه هذه. فالصرخه هذه تعطيك مؤشر انه تعال ابيك. اكو صرخه ثالثه يوعان، اكو صرخه رابعه معصب، اكو صرخه خامسه. صرخه لها معنى. صرخه لها معنى، ولكن احنا بالنهايه موضوعنا الصرخه. اسامه خلينا الحين الصرخه الحين، لان انت في موضوع جدا مهم بالنسبه لك اللي هو موضوع الجروب اللي تربون فيه الطيور. هذا برنامج اسمه هذه هوايتي. شو اسم جروبكم؟ هوايه تجمعنا، يعني نقدر نقول الهوايات نسايب بالاسم. بالضبط. سهل مباركه. فخلينا نتكلم عن الجروب اللي سويتوه، شنو اهميته، شنو انشطته. عبر عن نفسك، عبر عن جروبك. جروب هوايه تجمعنا جروب تاسس تقريبا قبل سنتين، يعني الحين قاعد نسبح في السنه الثانيه مالت الجروب. ما شاء الله. جروب ليش تاسس بالبدايه؟ احنا قبل ما نقول ليش تاسس خلينا نسولفك عن الجروب وراح اعطيك اهدافه وبالكامل ان شاء الله. حلو. سلمك الله. الجروب هذا اللي موجودين فيه حاليا ما يقارب 30 الى 40 نفر. حلو. طبعا في شباب، في اخواتنا من النساء، طبعا بنات، في كبار، في صغار. جامع. ال 40 نفر او ال 35 نفر هذيل متعددين المواهب، متعددين التخصصات والمعلومات ايضا، ولكن كلنا في اطار واحد تجمعنا هوايه واحده اللي هي هوايه تربيه الطيور الناطقه. حلو. جروبنا يحتوي على منتج للطيور الناطقه قاعد يفرخها. حلو ما شاء الله. جروبنا يحتوي على مدرب للطيور الناطقه. حلو. جروبنا يحتوي على سلمك الله دكتور للطيور الناطقه. في من ما عندنا يعني دكتور امانه، في البعض يعرف يمكن في من هو صح، في من هو متخصص في الجانب البيطره. نعم. يعني مو بيطري ولكن متخصص فيه كمعلومات وقراءات ودراسات واخذ وعطاء، وقاعد يفيدنا حتى في العلاجات، قاعد يستورد لنا اياها من برا والامور هذه. يعطيه العافيه. في عندنا من هو يستورد طيور من خارج الكويت. حلو. في عندنا من هو يبيع داخل الجروب. في فسلمك الله كل ما تحتاجه موجود. زين شلون انا الحين قاعد اسمعك الحين بالتلفزيون وحاب الطيور وعندي طيور وعندي معلومات ودي انضم حق الجروب اللي هو جروب هوايه تجمعنا، شلون انا ممكن انضم الى جروب؟ الجروب سلمك الله هذا، الجروب سلمك الله هذا انطلق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، الانستغرام، تويتر والامور هذه. حلو. واليوتيوب وكذا. احنا في مواقع التواصل الاجتماعي موجودين. حلو. مثال تدخل على في موقع خاص بالانستغرام، تدخل على الانستغرام اكتب هاشتاج هوايه _ تجمعنا بالعربي طبعا. هوايه ايوه _ تجمعنا، راح تشوف التيم كله موجود. ما شاء الله. التيم كله موجود. طبعا التيم هذا بس لانه وقت قاعد يمشي معنا وياك قاعد اقاطعك وايد معلش. خذ راحتك. ليش تاسس هذا الجروب؟ تاسس الجروب هذا انطلاقته كانت بمجموعه من النقاط، واهم من النقاط اللي انطلق من خلالها هي نشر ثقافه تربيه الطيور الناطقه. حلو. كثقافه صحيحه. حلو. كثقافه تعامل. كان في مشكله معينه صارت حواليكم من ناحيه يعني شفت شيء بالسوق ما عجبك، شفت ناس شيء صار يعني احنا قاعد نشوف مآسي بالكويت. اوكي. امانه احنا قاعد نشوف مآسي، ما بضيق خلقهم اللي قاعد يتابعون. انت قلت لي لا تضيق خلق الناس. نبي وناسه اليوم. احنا اكو مآسي في الطيور. نعم. اكو قلب متروسه. خلينا نتكلم على الجانب الايجابي وايد زين. حلو. اكو سلمك الله احنا من اهم ركائز هذا الجروب سلمك الله قلت لك نشر التوعيه والثقافه. نعم. تبادل خبرات ما بين اهل الاختصاص وعوام الناس. حلو. لما يجون ياخذون الثقافه وخبره يتبادلونها ما بيننا وما بينهم، قاعد تنتقل هاي ثقافتنا. طبعا جروبنا شارك في عده فعاليات على مستوى الدوله. نعم.
قاعد اتكلم شاركنا في ارض المعارض، شاركنا في احياء مناسبات هلا فبراير العام في حديقه الحيوان على مدار 4 اسابيع. حضرت على فكره انا جميل. جمعكم كان وايد ما حلو. صورت معي زعلان منك انا. صورت مع مكاو وعضنا وشي. عموما اسامه يمكن الحديث معك شيق وفي مواضيع كثيره، لكن بناخذ فاصل. اشكرك على اللقاء السريع هذا. بناخذ زميلك محمد النجدي بعد شوي، وايضا ناخذ من بعض المعلومات في هذا الهواء. كل الشكر لك حبيبي، حياك الله. وانا اتمنى اني اكون ضيف خفيف على الجمهور على القلب، ونقول لكم مشكورين. حياك الله. حياك الله. مستمرين معكم، واكيد في برنامج هذه هوايتي. من شوي كان معنا اسامه مندني، اعطانا معلومات كثيره وحلوه وايد عن تربيه الطيور الناطقه. الحين نكمل الحوار مع محمد النيدي، ايضا احد محبين هذه الهوايه الجميله، موجود معي هني مع احد طيور المكاو، افتكر اسمه بلو جولد. بلو اند جولد. نعم، بلو اند جولد. يعطيك العافيه. احنا بنكمل من وين ما خلينا اسامه، بس اول شيء رحب بالمشاهدين لان انا وايد مستعد. ما يشوف. الله يخليك، مشكورين على الاستضافه الحلوه هذه بالجو الحلو هذا، وجزاكم الخير، وان شاء الله نقدر نفيدكم بالمعلومات المتواضعه اللي عندنا ان شاء الله يا رب. نكمل عن موضوع الجروب. هوايه تجمعنا. حلو، عطنا بعض المعلومات اللي يمكن اسامه ما بدأ انه يقولها، فعيش معنا الجو. عيش معك الجو. جروب هوايه تجمعنا مثل ما قال لك اسامه، هي فكرتها حلقه وصل بين الناس اللي ما بيسميهم خبراء وفاهمين بالموضوع حد الدراسه، ناس من تجربه. يعني اذا بتكلم عن شخصي انا ماخذها بالتجربه، المعلومات اللي عندي ما انا قريت فيها بكتاب ولا قريت فيها شيء وبس، لا طبقت على طيوري. مريت مراحل طويله عريضه وفلوس راحت. لا تعور قلبي. كم خسائرك تقريبا الحين؟ والله ما ادري، ما اعد. 2000 3 ما اعد. شوف ما اعد. انت هذه هوايه، ما هي خلينا نقول تجاره اللي بقعد احسب. انا تخصصي الرئيسي محاسبه، فيعني بكلمك في الموضوع. لعبتك هذه انت حاسب اكيد. عندك فواتير قديمه، عندك نوت تحاسب فيها. حق الطيور؟ اي حرق مفتوح ميزانيه مفتوحه. وهذا اللي خلتنا ندش بشغلات ثانيه من هوايه الى شيء اكثر، الى تثقيفي نقدر نقول. تثقيفي. دام تثقيفي، الطير اللي بيدك هذا اللي هو بلو اند جولد كم يسوى؟ شوف هني انت كم تسوى، كأنك انت من انا اقول لك يا مشعل في سياره بالشارع لونها كذي، كم تسوى؟ عطنا المعلومات. اعطيك حتى لو اعطيك الماركه مالها او الوكاله مالتها. هلا كل سياره او كل طير له حالاته، الحجم يلعب دور، اللون يلعب دور، ولافه الطير تلعب دور. انا بالنسبه لي لا، تاريخ الطير يلعب دور. حلو. يعني لما انت تيجي تقول لي طير والله متغذي على الشركه الفلانيه او متغذي على الماركه الفلانيه، غير لما تقول لي والله يعني حتى تاريخ الغذاء ماله. الغذاء يعني لا قيمه. يعني انا خليني احسب لك اياها بطريقه ثانيه. انت لو شايف الطير اول ما يطلع من البيضه حطه، والله شفته، والله شفته شكله كلش مو حلو سبحان الله. 3 اشهر صار كذي. لا اله الا الله. هذا شو اللي خلاه يصير كذي؟ الغذاء يكلف. هو يخليك انت الحين لا تركز على الفلوس. انت الحين لما تعطيه شيء زين راح يطلع لك كذي من برا حلو ومن داخل هم حلو جميل وصحي. يعني نقدر نقول ان الطير عشان انه يسوق بالسوق ويصير السعر قوي او ان تقيمه كسعر، لابد يكون له غذاء وعاداته نفسه هو الخاصه. كل واحد واهتماماته. انا قاعد اشوف في طقه بيدك، يعني انا هاي بوصل له. يعني ايش موضوع الطقه اللي بيدك؟ لا هذه غشمره، خلها. الغشمره هذه لازم تعوشك بين طير وطير تصير سالفتي. انا قلت لك هذه انا بشكل شخصي. ممكن انت تقول لا اسامه فرضا انا ادري انه يهتم بالشكل الجمالي للطير، صحيته اللي برا. في سين من الناس يهتم حق كلام الطير. انت هدفك ليش شاري طير؟ شنو تبي فيه؟ يعني شنو تبي فيه؟ هذا اهم سؤال. اي يعني انا في طيور انا اشتريها بمبالغ غادره غيري. يعني خالي ليش نروح بعيد؟ خالي لو اعطيه الطير ببلاش ما راح ياخذه. ليش؟ لانه هو مو لا هاوي بس هاوي بس طير الامازون اليلو ناب، وشرط يكون ما في طقه صفراء. انت شنو هاوي؟ شنو هاوي؟ انا اعشق الكوكاتو. كل طيور احبها. في انواع وايد، الوان واشكال وفي حركات تسوي وايد حلوه براسه وكذي. وهذا اللي حببني فيه ان الطير مرح، طير ونيس، طير اجتماعي. انا ملاحظ شغله بالكوكاتو دائما مبتسم، فرح. اللي يدخل المكاو يعني الوهله الاولى يخاف من القارب، الكوكاتو ياخذ القلب بالنظره الاولى. معنا للعلم انا الطيور الخاصه كلهم مكاوات، ما عندنا كوكاتو واحد. بس واحد. الجروب مالكم جروب تجمعنا. شنو انواع الطيور اللي يملكها الاعضاء؟ يعني هني كان مثل قاعد اقول انا لاهتماماتي بهالجانب. تلقى في ناس مثل ابو عبد الله مندني يهتم اكثر باليالونابات، واخو اسامه باليالونابات.
عندك عبد الله العصفور مهتم بالمكاو، لا داش متبحر بعالم المكاو. محمد النايدي بالكوكاتو. بالكوكاتو، لكن احنا ما تبحرنا فيه لان انواع معينه بالكوكاتو، وللاسف مو متوفره هني بالديره، وكل ما حاولنا يعني ندخلها من برا صعبوها علينا الجماعه هني والجماعه اللي هنا. ايضا انت عارف يعني بعض انواع الطيور هذه معرضه للانقراض، فالدوله الام اللي فيها تعيش هذه الطيور تخاف على الموروث مالها. بالضبط، عشان مثل ما انت من ساعه قلت ذكرت اسم ريو. ريو الناس كلها فاكره ان هذا، او في طير ثاني اسمه الهايسنت مكاو المكحل باصفر. مو هذا ازرق. ذاك مو موجود، ما في منه 18 16 حبه في العالم فقط. بالعالم كله. بس سووا الفيلم هذا كله بالميزانيه هذه كلها حتى يثقفون الناس عشان هالطير هذا بينقرض يا جماعه. عشان دير بالكم عليه. دير بالك عليه، واحنا عكس طير. لا اي واحنا هذا قاعد اقول لك هالثقافه اللي موجوده. البعض طبعا. جروبكم انتم يعني شلون قاعد يحاول ينشر الثقافه؟ مو هذا الهدف من جروبنا. انا اذا بتكلم عن سبب انضمامي لهالجروب، لاني انا وجدت ان انا فيني، خلينا نقول اوكي انا فاهم بهالمجال، لا في ناس اخبر مني بهالمجال، وناس تبي تعطي من قلب، تبي تعلم الناس، تبي تثقف الناس من قلب. نعم. مو بس ان انا والله تجار مثلا انا بس ابي اعطيك اللي انا عندي ابي ابيعك، لا انا عندي بفضي وقتي احنا نتجمع تقريبا بشكل شهري اذا كان الجو مناسب في احد الحدائق العامه او حديقه الحيوان او اي مكان نعلن عنه. ايضا تشاركون من خلال الجروب في مناسبات. في شيء جاي بالمستقبل؟ احنا عندنا اي نعم شهر 1 في جمعيه الجابريه. عندنا ايضا في الحين قاعد نجهز حق فعاليات العيد الوطني. جمعيه الجابريه في حديقه معينه هناك تجمعون فيها؟ التفاصيل راح نعلن عنها بالضبط متى ما تتم، خلينا نقول يتم الاتفاق كاملا عن طريق الهاشتاج. واحنا حساباتنا مثل ما قال لك مساء اسامه احنا تقريبا 30 الى 40 شخص. ما شاء الله عليك. فاذا في اعلان راح يوصل. باقي دقيقه في البرنامج، انا ابي تقول لي بسرعه شلون حبيت الطيور؟ محاسبه، فلوس، نقد كاش الى هوايه تاخذ الفلوس النقد كاش. شوف حالنا حال اي بيت كويتي، ما في بيت كويتي يخلى من طير في كل المراحل. انا فتحت عيوني على الكناريات والطيور الصغيره. حلو. على 7 سنين 8 سنين قفلت ابي كاسكو. ايام ما كان الكاسكو ب 25 دينار، غير تتكلم الفلوس. ايام شوف الرمادي. لا تسالني شلون بقدره قادر هالكاسكو هذا. طبعا الله خذ امانته سلطان، صار كان اسمه سلطان فتيمنا فيه. شريت سلطان ثاني ايام 2007. سميته سلطان 2 سلطان 2 يعني صار سلطان 3 سلطان 4 سلطان كله راح دش عتريس بالموضوع اللي هو اللي هو الكوكاتو. والحين عندي عتريس، عندي بثينه، عندي دلول، عندي 7. كل واحد له اسمه، فرد من افراد العائله، كل واحد له شخصيته، كل واحد له اسمه، كل واحد له غذاء. لان انا تركيزي او خلينا نقول اختصاصي اللي انا احب افتخر فيه، ان احب اثقف فيه طريقه تغذيه الطيور. حلو. طبعا هذا جانب اللي حاب طبعا اكيد يتعرف على شلون يربي طيوره وياخذ تغذيه، ممكن يتعرف عن طريق اكونت الاستاذ محمد النيدي بالانستغرام اللي هو انا عندي اكونت خاص للطيور وهو باروتس ديلر. باروتس ديلر باروتس اندرسكور ديلر. هذا انا بيطلع تحت الشاشه. اللي حاب يضيف الاستاذ محمد النيدي فاكيد راح يلقى كل المعلومات تبيها. عموما الوقت معنا يعني مو موفي، معلش. الله يخليك. حلقات كلمه اخيره حق المشاهدين. كفيته ووفيته، وان شاء الله اللي محتاج شغله في عالم الطيور انا والشباب وجروب هوايه تجمعنا تحت امرك. احنا مثل ما قلت لك هدفنا نشر الفكره الصحيحه لهالكائنات الجميله، شلون تربي هالكائنات الجميله. كنا معكم مشاهدينا في حلقه مميزه مع الهوايه الاحلى. انا ودي اكمل مع الكلام لكن المعلومات كثيره، فراح نكون معكم في حلقات جايه ان شاء الله، ونحاول ايضا نلقي الضوء مره ثانيه من خلال حلقه جديده عن هوايه الطيور الناطقه. تابعونا، هذه هوايتي.